من الأسباب أيضا، الأسباب التي توقع الإنسان في هذه الفتن وفي هذه الشهوات النظرة الحرام. والنظرة يا إخواني قد يتساهل كثيرون بها، يقول يا أخي هي مجرد نظرة لا تعني شيئا، ونسي أن النظرة هي بوابة الزنا. وكما قيل كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد، موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أسوق إليكم قصة ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في أحداث سنة 287. يقول رحمه الله: وفي هذه السنة توفي عبدة ابن عبد الرحيم قبحه الله. طبعا ما يمكن يدعو ابن كثير بهذه الدعوة إلا وأكيد أن هذا الرجل رجل سوء. طيب خلونا نسمع ما هو حال هذا الرجل. قال: وكان من شأن هذا الرجل كما ذكر ابن الجوزي، هذا نقله ابن كثير عن ابن الجوزي، قال: وكان من شأن هذا الرجل كما حكاه ابن الجوزي أنه كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم. سبحان الله، مجاهد، اسمع ما هو أعجب. وكان حافظا لكتاب الله صواما قواما. ما الخبر؟ رجل يمتلك كل هذه المهارات وكل هذه الإمكانات الضخمة، مجاهد وليس أي جهاد، من المجاهدين كثيرا ما يجاهد في سبيل الله، وحافظ لكتاب الله وصوام قوام. إذن لماذا تدعو عليه يا ابن كثير وتقول قبحه الله؟ قال: وبينما كان المسلمون يحاصرون مرة حصنا من حصون الروم، إذا بامرأة امرأة من الروم تطل من شرفة من ذلك الحصن فرآها. انظر إلى بداية الخطورة ومكمن الداء. فرآها، لم يكتفي بالنظرة الأولى التي رآها عرضا، وإنما أغواه الشيطان وقال أمر سهل مجرد نظرة. لكن هذه النظرة ماذا فعلت؟ هوي تلك المرأة. لما جلس يتبع النظرة أحب المرأة وشغف بجمالها، فكتب إليها سرا رسالة: كيف السبيل إليك؟ فردت عليه، اسمعوا يا إخواني وأخواتي، انظروا إلى الفتنة العظيمة، ردت عليه وقالت: لا سبيل إلي إلا بأن تتنصر وتخرج من الإسلام. قال ابن كثير: فما راعى المسلمين إلا وذلك الرجل عند تلك المرأة وقد خرج من الإسلام بالكلية وأعلن نصرانيته. إنسان كان يقول لا إله إلا الله أصبح يقول الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله. كيف ينتقل الإنسان هذه النقلة الخطيرة من التوحيد إلى التثليث، من الإيمان إلى الكفر؟ النقلة ليست أمر يسير، يعني ليست فقط مجرد إنسان طائع وعابد نزل إلى مرتبة إنسان فاسق ولا زال في دائرة الإسلام، لا، هذا خرج من الإسلام كله. بماذا؟ بسبب نظرة أودت به وأوبقت حياته وآخرته والعياذ بالله. يقول ابن كثير: فاغتم المسلمون لأجل ذلك غما شديدا وحزنوا حزنا عظيما. وبينما هو كذلك مع تلك المرأة، إذا ببعض المسلمين يمر به بعد زمن فيراه مع تلك المرأة، فيأتي إليه ويقول: يا فلان، ما فعلت صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ أين قيام الليل؟ أين قراءة القرآن؟ يعني أين الرصيد الضخم العظيم الذي كنت تمتلكه؟ أين تلك الأيام الجميلة، حلاوة الإيمان، لذة الطاعة، الأنس بالله؟ كل تلك الخيرات استبدلتها بهذا السوء وبهذا الفجور. فكانوا يتعجبون: القرآن الذي كنت تحمله في صدرك أين هو؟ فماذا قالوا العياذ بالله؟ قال: اعلم يا هذا أني قد أنسيت القرآن كله ولم يبق في صدري منه شيء.
إلا قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. سبحان الله، أبقى الله هذه الكلمة في قلبه لتحرقه وتذيقه مرارة العيش. إذن لم يستطع حتى الرجوع مرة أخرى. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتمنى الرجوع لكن هيهات، فرط وضيع، فكانت العاقبة والنتيجة كذلك. إذن لا تستهن بالنظرة، ولا تقل إن الأمر يسير، فهي ربما تكون بعدها أمور من العظائم والكبائر. ولهذا فالله جل وعلا وجه الخطاب للرجال وللنساء، فقال عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم أردفها بقوله ويحفظوا فروجهم. ما علاقة حفظ الفرج بغض البصر؟ لأنه لا يكون الزنا والفاحشة إلا ابتداء يكون بسبب إيش؟ النظرة المحرمة. ثم قال بعدها في الآية التي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. جاء في حديث قدسي في سنده مقال كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله، يقول الله عز وجل النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته حلاوة يجدها في قلبه. هذه هي الطاعة يا أخوان، هذه هي عاقبة الطاعات. الطاعة قد تجد فيها شيء من المشقة، تقوم تصلي فتتعب، لكن هذا التعب أولا ممزوج بحلاوة هذه الطاعة، ثم ثانيا أن هذه الطاعة بعد انتهائها تشعر بلذتها وتستمر معك أياما وربما سنوات طويلة. كلما تذكرت أنك أطعت الله أحسست بانشراح في صدرك وأحسست بطمأنينة، على عكس المعصية. فالمعصية قد يجد الإنسان فيها لذة أثناء معاقرتها وأثناء مواقعتها، لكن ما الذي يحصل بعد ذلك؟ الذي يحصل هموم وأحزان وكدر، ويا ليت أن الأمر ينتهي عند هذا. لكن هناك شيء أعظم، هناك عذاب النار، هناك الآخرة. كل اللذائذ تنقضي وتنتهي، تفنى اللذائذ ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فهذا فرق كبير بين الطاعة وبين المعصية.